شفت الموت بعينيا. ده يا صديقي كان كلام سيف اول ما صحي من الغيبوبه، وفجاه الباب بيخبط وبيدخل 2 يا صديقي من الهيئه المصريه للصيادين. الموظف الاول سيف، الفريق الانقاذ اللي راح للزنزانه لقاك مرمي في نص المغاره، ومفيش اي اثر لوجود الزنزانه اللي انتوا اتكلمتوا عنها، يعني الناس اللي خرجت احياء اتكلموا عنها، وانت الناجي الوحيد اللي هم قالوا انك ممكن تكون ميت. احنا بنشك انك ممكن تكون استفقت استفاقه تانية، معنى اصح انت ممكن رتبتك تتغير من ايه لايه او اس. كده بجد؟ يعني انا ممكن ابقى من الرتبه اس او ايه؟ اكيد طبعا يا سيف. والموظف التاني يا صديقي بيجيب الجهاز لقياس طاقه الصياد، وسيف بيحط ايديه عليه، ولكن يا صديقي النتيجه بتطلع 10. ده معناه ان هو ضعيف جدا جدا جدا. حتى يا صديقي الناس اللي بيبقى في الرتبه ايه اللي هي اضعف رتبه على مستوى العالم بيجيبوا 70. انت متخيل سيف قوته تقريبا بنفس قوه البشر العاديين اللي ما تعرضوش لاصطفاق. اصل يا صديقي معلومه كده على جنب، في بشر اتعرضوا لاصطفاق وبقوا صيادين، وفي بشر تانيين لا. وفعلا يا صديقي بيعتذروا لسيف ان هم ازعجوه وبيمشوا. لما بيمشوا سيف بيبص كده لفوق وبيقول ايه ده؟ هم ازاي ما خدوش بالهم من الشاشه دلوقتي؟ دي نفس الشاشه اللي شفتها قبل ما اموت، اللي كان مكتوب عليها قلبك هيقف في ثانيتين، يا توافق يا تموت. وسيف يا صديقي لسه بيفكر ايه اللي بيحصل، بيلاقي خبط على الباب. اخت ساره جايه تطمن عليه، وساره يا صديقي بتخش وبتضحك وبتقول له ايه، كنت فاكر انك هتموت وتسيبني؟ لا لا لا، مفيش مفر مني، قوم كده بقى بسرعه عشان نلحق نروح. وفعلا بتقعد شويه مع سيف وبعد كده بتمشي، واول ما بتمشي بيجي رساله في النظام الغريب دوت بتقول لسيف تم فتح النظام السري للصيادين الجدد وحان وقت التدريب. يجي لسيف تمرينات لازم يعملها على مدار اليوم، ولو ما عملهاش في الوقت المحدد هيتعرض لعقوبه. سيف بيطنش وبينام، فبتيجي صوت غريب بيقول خط التطور اسم العقاب. وفعلا صديقي سيف فجأة بيلاقي نفسه انتقل لعالم تاني، عالم صحراء غرقاء ما فيهاش ماء ولا سمك. وفجأة بيسمع صوت جاي من تحت الأرض كده، وبيلاقي صرصار عملاق خرج من تحت، ودودة عملاقة وشوية حشرات كده من غير ذكر أسماء خرجاله من جميع الاتجاهات، ولازم انه ينجو لمدة 4 ساعات. سيف يا صديقي كان مفكر ان ده كله حلم، لغايه ما ادرك ان ده حقيقه واقع، ولازم انه يطلع يهرب حالا والا هيموت. وفعلا سيف بيطلع يجري ويجري ويجري لغايه فعلا ما بيخلص ال4 ساعات، وبيرجع تاني للاوضه منهك مش قادر حتى انه يقف على رجله. طبعا هو سيف في العالم الافتراضي دوت كانوا الممرضات دخلوا عليه الاوضه ما لقوهوش في الغرفه، فبداوا ان هم يدوروا عليه في المستشفى لغايه ما رجعوا تاني يشوفوه في الاوضه لقوه مرمي على الارض ومغمى عليه، او معنى صح هو ما كانش مغمى عليه، هو كان فقد الوعي من كتر التعب. رفعوه على السرير وسابوه يرتاح. تاني يوم اول ما سيف صحي زي الشاطر قام لابس الحته اللي على الحبل ونزل يجري يا صديقي 10 كيلو، ويعمل 100 ضغط على 100 سكوات على شويه تمارين كده ثانيه وحشتبكانيات. وكل يا صديقي ما سيف كان بيعمل مهمه يوميه كان بيجيله جايزه، الجايزه دي عباره عن صندوق كده بيطلع له منه جوائز ثانيه، بس دايما كان بيطلع له حاجات جامده. يا صديقي لسه وقت الجد ما جاش. سيف حاليا بيحاول ان هو يطور جسمه علشان يقدر انه يتقبل القوه المهوله اللي هتجيله. بيلاقي نفسه ان هو في مكان مختلف مع ان هو لسه المفروض بدأش التمرين، ولكن يا صديقي النظام بيحب ان هو يمرنه في اماكن مختلفه، كله عشان يقوي اصرار سيف وقوه تحمله يا صديقي. لما سيف اتطور جسديا بشكل ملحوظ بتجيله رساله يا صديقي، انت كسبت مفتاح المغاره الافتراضيه، روح عند شارع المعز وهناك المغاره الافتراضيه هتفتح. وفعلا يا صديقي سيف بيخرج من مستشفى القصر العيني وبيروح شارع المعز وبتفتح المغاره، وسيف بيدخل، واول ما بيدخل المغاره تاني بتقفل. ولكن الغريبه ان سيف بيلاحظ ان ظاهر قدامه نفق، مع ان شارع المعز المنطقه اللي هو فيها يعني ما فيهاش نفق، وبيلاقي ناس ماشيه عادي في الجو. سيف ساعتها بيفهم ان هو في بعد موازي، ولازم ان هو ينهي المغاره ويقتل الزعيم عشان يقدر ان هو يخرج منها. صديقي اول ما بيدخل المغاره بيلاقي 3 غيلان مستنيين، وسيف ساعتها بيتصرف بذكاء، بيدرك ان هو مش قد الغيلان دي دلوقتي، قوته ما تسمحلوش ان هو يخش ضد 3 مره واحده. بس شويه تراب وبيرميهم في الاول، وبيعدي من الثاني وبيقتل الثالث وبيرجع يقتل الثاني في الاول بسرعه جدا يا صديقي.
ده كله بسبب التمرينات المختلفة اللي سيف عملها الفترة اللي فاتت، وسيف يا صديقي بيتقدم